ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانل. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تضغطي اللايك والاشتراك. هنا يا بنات جبنا شفشق قوطة مليناه، وجبت بصلتين كده قلت هقطعهم. هتعملي ايه؟ يعني عندي طماطم مش عايزاها تبوظ، فقلت لا، انا بدل ما اخليها تبوظ يعني فاقوم اعملها صلصة. جبنا هنا بصلتين محترمين كده كانوا كبار. البصل ابيض مش عندي بصل احمر، وبصراحة انا بحب الاحمر اكتر. خرطتهم كده يعني قطعتهم، وهحط معاهم معلقتين سمنة تكون حلوين يعني كده وكبار. وطبعا زيت، لا غنى عن الزيت والسمنة. انا مش بستخدم حاجة، يعني مش بستخدم ولا السمنة لوحدها ولا الزيت لوحده، فلا غنى عن الاتنين كده. فانا هقطعها بالشكل ده، بس عشان البصل ده ابيض وجديد فلازم يعني احطه على النار الاول من غير ما اضيف له اي حاجه يا بنات، من غير ما اضيف له اي حاجه. هسيبه بس بيبقى فيه زي نسبه ميه كده، فانا مش محتاجه ميته دي عشان بس الاكله بتاعتي ما تبقاش صيصه صيصه. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش مسبكه كويس. فانا هسيبه يعني يشرب من الميه دي شويه، وبعد كده هنزل بمعلقتين السمنه يكونوا معلقتين محترمين، واحط معاهم كميه زيت برضو يكون زيت كويس، وهسيبها تتحمر. وانا بقى بحمرها كده هعمل ايه؟ احط معاها معلقه سكر تكون كبيره، ان الطماطم عندي انا عارفه ان الطماطم حادقه مش مسكره، وكمان هي بتشيل الحموضه من الطماطم وكده، وبتخلي الاكل بتاعنا بيبقى حلو. ما تخافيش خالص، هو مش بيبان في الاكل، بس بيدي الاكل بتاعك بيبقى طعمه حلو. انا اي اكل بعمله فيه صلصه لازم احط له سكر. وكمان انا بحط مع اللحمه سكر عشان اللحمه معظمها يعني المفروض ان احنا بنتعامل مع جزار معين، بس معظم الوقت بتطلع شده شده مني، او بيبقى عندي مثلا حد او ضيف وانا عايزه اخلص الاكل بسرعه، ضيف جالي على غفله فطلعت اللحمه دي، فببدا ان انا احط لها سكر. او نوعيه البلح، لو عندك البلح اللي هو الناشف ده بتاع رمضان بنفتحه طبعا قبل ما نبقى بنبله وكده، فبقى انا شايله ايه، شايله النوى ده بحطه مع اللحمه، فبجد بيخليها تستوي بسرعه وبتديها يعني طعم حلو وكده. المهم يا بنات، انا بعد ما خرطت البصلايه بالشكل ده وحطيتها على النار وحطيت لها ضفت معاها الزيت والسمنه، فجينا كده ايه، نضرب شفشق القوطه. وهنا يا بنات كانت ماما جايبالي البسنجان ده، الطماطم اهي. وهنا بقى ضربنا الطماطم. ماما كانت جايبالي البسنجان ده وهي بتجيب لي الموسم. الموسم ده ايه عباره يعني ايه كلمه الموسم دي؟ الموسم دي عند مصر او الصعايده عندنا، مش عارفه في بلاد تاني ولا لا، بتبقى البنت بعد ما بتتجوز بيت ابوها بيبعت لها الموسم بتاعها اللي هو بيبقى في الاعياد والمناسبات، دخلت رجب شعبان رمضان، عيد كبير عيد صغير. مش عارفه البلاد كلها كده ولا لا، طبعا مش بنبقى محتاجين حاجه، بس دي بتبقى عادات وتقاليد عندنا بنبقى وارثينها يعني. فماما كانت جايبه لي الموسم. انا هنا كنت بصور فطولت التصوير على الكاميرا عشان كنت بكلمكم، بقول لكم ان الموسم ده انا مش محتاجه حاجه يعني منه، بس يعني ابويا وامي قالوا لي طول ما احنا عايشين وحسنا في الدنيا فهيفضل الموسم ده بنجيبهولك. فكانت جايبه لي يعني خضار وطماطم وبصل وبطاطس وزيت وسكر وسمنه ومكرونات ولحمه. وكانت جايبه لي بقى من الفراخ قبل ما الفراخ تغلى كده، ماما مش بتنزل على طول، يعني انا لما كنت جنبها كنت بجيب الحاجه، فكانت قبل ما الفراخ تغلى كانت جايبه لي بانيه وفراخ، فجابتهم لي بقى مع بعض كده الحاجات. لما جت جايه لي جابت لي الحاجه مع بعض وفلفل والحاجات دي. فبصراحه يعني انا ما نزلتش جبت اكل الاسبوع ده، ان انا عندي الحاجات دي وجايبه لي ممبار وسمك. انا كنت طبيعي ان انا بنزل كل اسبوع بجيب اكل من يعني من عند بيت ابويا كده، مش من بيت ابويا نفسه، لا من المكان. عشان قلت لكم هنا الحاجات اللي بلاقيها سعرها غالي ما بجيبهاش، بجيبها من هناك، ان انا طبيعي كده كده بنزل. فنزلت جبت الحاجة، ما نزلتش الاسبوع ده معلش ما جبتش حاجة، فامي كانت جايبه لي حاجتي. والحاجة طبعا اللي انا ايه ببقى عايزاها في التلاجة، بنزل اجيب كبدة، بنزل اجيب حاجات من هناك رنجة والحاجات دي. فامي بتبقى عارفة انا عايزة ايه فبتجيبهولي وهي جاية. مثلا بتكلمني في مثلا ده يعني مثلا عربية عدت بكذا اجيب لك يا ماما، يا ماما انا لقيت مثلا سعر البطاطس هنا ب16، تقولي لا ما تجيبوش احنا انا عندنا ارخص. فبتجيب لي الحاجة معايا، انا بروح وانا مروحة باخدهم معايا، هي وهي جايه لي مثلا بتجيبهم لي. وبيني وبينها مش مشوار، يعني هي قريبة جدا بالنسبة لي، فمش مشوار، فباخد حاجتي معايا وبس كده يا بنات. فهنا بقى ايه، البصلة هي كانت بتتحمر، انا حبيت ان انا اتكلم معاكم شوية. والبصلة هنا كنت بحمرها، بصوا انا مش عايزاها تبقى لونها فاتح، انا عايزاها تغمق كده، ومش هحرقها لا، انا عايزاها تغمق تبقى لونها كده
مدي يعني الافتح من البني حاجات بسيطه، الذهبي اللي هو الغامق، عشان انا عايزه اعمل صلصه. هعمل كميه صلصه مثلا واشيلها، هضرب شفشقين طماطم كده اللي هم كانت القوطه اللي موجوده عندي، فما كنتش عايزاها تبوظ طالما الحاجه سعرها غالي، ليه نبوظ حاجتنا؟ كنت الاول بسيب حاجتي تبوظ وكده وعادي. دلوقتي مش هينفع. وهنزل، انا عايزه البصلايه توصل لون ده كده، وانا يا بنات كنت بقطع البصل كده، قطعت معاها فلفل. يعني انا بعمل تسبيكه لازم اقطع فيها فلفل بصراحه، بنقلها لك في مكان تاني. وراس توم كده كانت مفرومه، حطيتها معاه وقلبتها. ونزلت بكميه الطماطم بتاعتي، هعمل بيها مكرونه، هعمل بيها محشي وتبقى عندي كده. طبعا ماما جيت بقى، كانت جايالي تاني يوم، كنت انا عملت الصلصه من قبلها بيوم. وكان طبعا البسنجان ده زي ما قلت لكم، كانت ماما جايبه لي البسنجان للمحشي وجايبه لي كرنب. فانا البسنجان الملون عملت منه بسنجان مخلل، هوريه لكم في مره بطريقته بجد حلوه، انا مش محمره وكان مسلوق. فجبت عليه اسود بقى طالما ماما جايه عندي، فايه نعمل محشي. يعني هيثم مش من هواة المحشي قوي، فما بصدق الاقي حد ايه وناكل مع بعض. طبعا انا قليل قوي لما بعمل كرنب او محشي في بيس، ان ماما لما بتعمل بصراحه بتديني حله. كل امهاتنا كده، ربنا يخليهم ويرحم ايه امواتنا وكده يعني. فطبعا لما بتبقى عامله محشي او الحاجات دي، فبتبقى خلاص يعني هي هتجيب الكرنبايه حله منها بتاعتي، فهي على طول كده. فهنا كده كنت بقطع معاكم البتنجان، ومليكه طبعا ايه كانت قاعده عارفه ان انا بصور وقاعده. وهنا كنت جايبه كوسه، الكوسه دي ليندا، ان ليندا ما بتاكلش ولا بتنجان ولا فلفل، فكنت جايبه لها الكوسه. اوريكم بس كوسه واحده ان هي ملهاش روح، فانا هخلصها، وانا يعني هعملها لما اجي ايه احشيها. بجيب كده المقوار وبعمل فيها يعني بشدها كده، بتطلع شكلها مقلم، وبتبقى حلوه قوي قوي، عن عكس الشكل التقليدي وان احنا نكحتها او نسيبها زي ما هي. وبشيل الراس من فوق، وبشيل حته صغنطوطه كده من تحت، بحيث ان انا بقى لو عندي عزومه تبقى شكلها حلو. حتى لما باجي كمان اقطعها واعملها مثلا هطبخها او اعمل بريمه، برضو ببقى مضلعاها كده بالمقوار، بتبقى بجد شكلها حلو قوي. ويعني انا بحاول اكلهم الكوسه، هي ليندا بتحبها بس مالكه لا، بس انا عايزاهم ياخدوا يبقوا بيحبوا الخضار، ياكلوا خضار. يعني لازم احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا في كل حاجه فيه. يعني الله يكون في عوننا ويكون في عون الجيل بقى اللي لسه طالع ده. واحنا برضو جيلنا كانش كويس، اللي هو التسعينات ده كله. يعني ايه، فبنحاول بقى ندخل لهم خضار. البروتين غلي والحاجه غليت، بنجيبها، مش احنا مش حكايه ما بنجيبهاش، بس كانت غير الاول، كانت الاول متواجده بشكل يومي، فالحمد لله يعني. فهنا كده كنت بوريكم البسنجان، كان الملون عندي كان كبير، والاسود اللي جبته كان صغنطوط. فيلا هنعمله. ده كان حوالي زي كيلو ونص كده، وكان فيه فلفل برضو، كنت جايبه فلفل حامي، انا بعشق بقى الفلفل، فكنت جايبه فلفل حامي، اني كنت عايزه احشيه، وكان طعمه جبار يا بنات، كان نار وحلو قوي. هاكل فلفل يبقى اكله حامي. وهنا كده ماما بدأت ان هي تقوره معايا يعني عشان نخلص، عشان كمان كنا نازلين. هنا كنت غسلت الرز وجبته، وكمان الخضرة دي هي كانت كتيرة، انا هاخد اللي انا هستخدمه هقطعه، والباقي هغسله واصفيه وهشيله في الفريزر من غير ما يخش له اي هوا، هتأكد ان مفيش هوا منه. وماما كده كانت بتقول. وهنا بقى جبت حلة الصلصة اللي انا كنت عاملاها من بالليل، وكنت غاسلة الرز، فهبدأ ان انا احط. بصي يا بنات انا بفرش الحتة دي، بناكل عليها، بعمل عليها اي حاجة وبعد كده نرفضها. وهنا الخضرة نزلت بيها. طبعا الصلصة كنت حاطه لها شطة وملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، وزودت عليها بقى لما جيت كده هنعملها. واقلب ده وافضيها في الطبق اللي هو كان فيه الرز. عشان بجد عايزين المحشي يطلع معاكم حلو، حطوه في نفس حلة الصلصة. ولو كانت حلة ألمونيا بقى كان هيطلع أحلى محشي بتاكلوه. هعمل ايه؟ العروق دي اللي انتوا شايفينها انا مش برميها، انا بنضفها كويس، وبعد كده بفرشها في ارضيه الحله. كنت الاول بقطع طماطم حلقات، بصراحه كانت ماما هي ايه يعني بشوفها هي على طول بتعمل. ومليكه كانت بتحاول ان هي تنكش، مش عارفه اكملها. وبدات كده ان انا ايه احشي انا وماما، عشان زي ما قلت لكم ان احنا نازلين، هتشوفوا معانا في الفيديو. هنا كنا رايحين اوكازيون وصن مول. جبت الحاجات يا بنات اللي انا كنت هبقى محتاجاها وكده. بصوا بقى هنا ماما بصراحة كانت بتحشي معايا، فهي بتساعدني كتير قوي، ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحة والعافية ويبارك في عمرها. بس فكانت بتحشي معايا بقى، فكان كمية فلفل والبتنجان، يعني انا قلت لكم البتنجان كان حوالي كيلو ونص، وفلفل
وكمان الكوسه انا ما عملتهاش كلها، عملت بس اللندة منها، فماما قالت لي الباقي بتاعها خليه يبقى اطبخيه او حاجه يعني، طالما ما فيش حد بياكلها غير ليندا. وهنا كنت فرشت زي ما قلت لكم العروق بتاعه الخضره، نضفتها كويس وفرشتها، وبقيه الخضره انا هشيلها في الفريزر لما عاوزها في مره جايه اطلعها. غسلتها وسبتها في المصفى بتاعتها صفت، وجبت اكياس حطيتها فيها واتاكدت ان هي ما فيهاش اي هوا عشان اللون بتاعها بس ما يغمقش، يعني انتوا هتشوفوها لما اجي اطلعها هتبقى زي هي بخضرها. وكده بدأنا ان احنا نحشيه انا وهي سوا. يعني ايه، بصراحة لما بلاقي حد يساعدني برمي الحمل عليه، فكان عندي مواعين في المطبخ قمت عملتها، كان عندي حاجات قبل ما ننزل كده وسبت لها بقية المحشي ايه تحشي، انا كنت بفصل الكاميرا وبرجع افصل وارجع بس زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كده كنا خلصنا الكمية، قلت ليندا هاتيلي ورقتين، كانت امي بتعمل الحركة دي دايما، وتحط بقية الرز في الورق وناكله يعني انا ومحمد اخويا وكده. وهنا كنا خلصنا ونزلنا رحنا اول حاجه اوجازيون، وهنشوف بقى الاسعار اللي بس يا بنات. يعني ازازه الزيت دي ب124 كريستال، وعافيه ب119، قول 120 18 ملي يعني ما كملتش كيلو. 119 فا اهو، و107 117 ماشي، و249 ونص. الاسعار زي ما انتوا شايفينها هي كده. طبعا كان في عروض، انا مش نازله اجيب حاجات عليها عروض. سمنه الحلوب بجد اللي مجربهاش ده فاتوا كتير، هي حلوه، هي سعرها غالي بس حلوه وطعمها جميل جدا. هنا كنت بوريكم بقى الحاجات، في حاجات انا جبتها وفي حاجات ما جبتهاش زي ما قلت لكم. وجبت البلح ده هوريكم سعره دلوقتي بجد جميل، ولو نزلت تاني ولقيت هجيب لك كيسين من البنات، ايه ربنا يخلي يعني بيحبوه فكلوا منه. هنا كان ب17 جنيه. البلح ده جميل قوي يا بنات، ده موجود في اوكازيون. وهنا كان في رز اللي هو الاحمر ده ب35 او 36 ماشي. وده ب37 اهو. والباشا ب37 75 قرش. بس انا بوريكم الحاجه اللي كانت موجوده، هم قالوا كان في رز اسعاره احسن من كده، بس ده طبعا انتوا عارفين لما بيبقوا عاملين عروض ان الناس بتنزل بجد بمنظر فظيع، بتنزل تاخد الكميات كلها، منزل اخد حاجتي، اخد اللي انا محتاجاه عشان غيري يستفاد ويلاقي. يعني في هايبرات بتبقى عامله لكل فرد ازازه زيت، كيلو سكر، كيلو رز، ما تاخديش اكتر من كده. فالناس بجد بتنزل تاخد كميات مش عارفه ليه. وهنا دي كانت ال5 كيلو ب182 بجد، كانت حلوه 5 كيلو. بس يعني انا ايه، كنت عايزه اجيب حاجات فقلت مش لازم الرز دلوقتي. بس هنا دي كانت الرزايه مكسره، ده تنفع للمحشي وكده. بس عايزه اقول لكم يا بنات ان هي بره الرز السايب ارخص منه، وبتجيب الرز نفسه سليم يعني مش بتبقى مكسر. بس يا كوكو اجيب لك واحده. وهنا الاسطوره ده كان ب28 ونص، ده ينفع بقى الايه للمحشي وكده. وهنا المكرونه دي كانت ب23 كيلو، بجد يا بنات حلوه قوي هي وبساطه، بجيبها للبشاميل والحاجات دي بتبقى حلوه. وهنا كان في رز لقطه ب37. بصي يا ماما المكرونه دي وهنا 12 المكرونه جنيه. دي مش عارفه اللي جربها وحلو يقول لي، الكيس ده كان ب12 جنيه، انا ما جربتهوش. وده كان بكام؟ ده الذره الصفراء كانت ب32 يعتبر، والفول المدمس ب15 جنيه. احنا نجيبه يا بنات ونعمله في البيت او يعني نجيبه للسحور. وهنا العصير البيتي ب9 جنيه، كانت البنات عايزه عصير. وشفت النوع ده برضو اللي كان ب5 جنيه، 4 جنيه 45 قرش او ب4 ونص. فجبت كده من البنات تجربوا. بصوا ده مقاطعه بس انا بوريكم ان الاسعار نزلت، وفي ناس كتير مش معتبره ان في مقاطعه ولا اي حاجه وبتنزل وبتجيب الحاجات دي، يعني هي اسعاره نزلت والناس بتنزل وتجيبها عادي ما فيش اي مشكله. طيب ده انا كنت بستخدمه، الناس بتنزل وبتشتري، انا بوريكم ان هم حاطين والناس بتاخده مفيش اي مشكله ولا يعني. هي المقاطعه بالنسبه لي الناس خلصت بجد، كانت حامله وكانت شديده في الاول وبعد كده بقى عادي خالص. هنا بصوا كانت 5 مع بعض، كانت 59 جنيه ال5 كلوريتا الكرول. في بقى واحده تانية انا شفتها كانت حلوه جبتها هوريها لكم، اوكسي الغسالات اهو ب249. شفت النوع ده انا جبته قلت اجربه، انا كده كده الغساله عندي غساله اطفال اللي هي العاديه، فقلت اجربه ليها للسجاد المفارش وكده، فاللي يعني اللي استخدمه يقول لي اذا كان حلو ولا اسمه باور.
فاللي يستخدمه يعرفني يعني، يكتبلي في الكومنتات وكده. واختي طبعا النوع اللي معانا الوحيد اللي هو ممكن استخدمه، وبجيب بصراحه اللي هو الساد وكده. وهنا بصوا المكرونات كنت بوريكم اسعارها ب23 او ب24، وهنا ب9 جنيه. كيس داخل على 10 جنيه، 10 جنيه الا 5 قروش. فدي حاجات يا بنات كانت تستحق ان انت تنزلي وتجيبيها، وتجيبي الكميه اللي انت محتاجاها، مش لازم الهجوم ده. وبساطه دي جميله جدا. هنا بصوا هنا كنا بقى مشينا من اوكازيون ورحنا صنمول. بصوا بقى القمر الدين. بصي حاجات رمضان كده نزلت وروايح رمضان. بس بجد يا بنات انا عايزه اعرف ليه بتنزلوا تجيبوا بهارات وتوابل والحاجات دي كلها بكميات؟ ما احنا طول السنه جايبين الحاجات دي، وطول السنه عندنا الحاجات دي. ننزل يا بنات نجيب على قدينا، ده شهر الخير والبركه. عارفه ان بيبقى فيه عزومات، بس اظن السنه دي يعني مش تبقى عزومات. الاسعار غاليه قوي مبالغ فيها. والله يكون في عون كل رب اسره، وكل واحده بتشتغل على عيالها. فالاسعار غاليه. فمش هيبقى فيه العزومات اللي هي يعني. انا واحده من الناس بروح عند حماتي اول يوم، في بيت ابويا تاني يوم. آه يعني مش عزومات، مش هفرض نفسي على حد. هنا الباميه الزيرو دي هوريكم اسعارها يا بنات. بصوا هرجع تاني لنفس النقطه. هنا كانت ب28 95 قرش. وكان في نفس النوع بقى يا بنات ب9 جنيه وربع. روحي اضربيه كده هتلاقيه 39 جنيه. صراحة قبل اي حاجة بروح اضرب تاني عشان ما بصدقش الاسعار. الكيس الرز ده كان ب33. بساطة اهي موجودة في صنمون. ما بصدقش الاسعار يا بنات، وبروح تاني بلاقي السعر غير اللي مكتوب خالص. مش عارفة ليه، وهما اللي كاتبين السعر. اكيد منكم صادف وجرب الحكاية دي كتير. بصوا الزيت ده ب55، بس ده كان 400 ملي، ب55 جنيه. 600 ده في منه 400. بصوا نوع الصلصة دي لقيتها ب28 ونص. في صلصة تاني اسمها السلطان، جبت بصراحة قلت اجرب منها. البطرمان بتاعها كان ب14 جنيه ده. فكانت حلوة، انا بوريها لكم اهي. كانت حلوة ما كانتش وحشة، وانا مش بستخدمها استخدام كلي يعني، بس لما ببقى عايزة احمرار للحاجة. وهنا جبت حلاوة، بوريكم اسعارها. في منها بالشوكولاتة. دي طبعا ما جبتهاش، ان ماما بتعمل طحينة تحفة، وهصورها لكم في مرة بالسمسم والدقيق. وهنا كنت عايزة مربى، جبت مربى عشان ليندا بتحبها للفطار وكده. يعني انا مشتريتش مشتريات كامله، ان انا عندي حاجات. وكتر خير بقى اللي عندهم بيبيهات. كل ما بفكر برجع 100 خطوه لورا. ايه الاسعار دي؟ بجد ايه الاسعار دي؟ يعني 400 جنيه؟ ليه 399 جنيه؟ قولي 400 جنيه بامبرز. يعني مش مش حاجه. ده غير البيبي بقى وعلاجه واللبن بتاعه. كتر خير الناس بجد. انا مش عارفه الدنيا بقى فيها ايه. المهم بصوا، انا كنت منكشحه اخر انكشاح ان انا ما عنديش بيبي. مليكه الحمد لله 3 سنين. فيعني انا ما بلبس بامبرز بقى، وكنت مبسوطه يعني اهو. شوفوا اللهم لا شماتة. وهنا بصوا يا بنات، دي اللي انا كنت بقول لكم عليها، اللي هي كوروليتا او كولور دي. بجد كانت جميله، وعرضها كان حلو. فانا جبتها، معرفش دي مقاطعه ولا مش مقاطعه، بس بصراحه يا بنات انا جبتها. كان العرض بتاعها التلاتة مع بعض ب39 او ب34. فكانت كويسه. فجبتها. وهنا كانت التوابل معمول منها بكميات. انا بصراحه يعني بجيب من العطار عادي، وبطحنه في البيت، او بجيبه سايب. ان انا لما اكون هجيبه واطحنه تبقى ماما هي اللي هتطحنهولي. ما بعرفش اشغلها. وهنا صفو ده انا كنت مجرباه قبل كده، كنت بوريكم سعر الكيس بتاعه. ده 350 مللي ب 14 جنيه او 15 جنيه. وده نوع تاني 500 مللي هو نفس النوع ب 19 جنيه برضو، او ب 18 ونص صافو. وهنا بصوا الدوني ده جميل. وفي برسيل جل منه. ده برسيل جل، ده برسيل جل. في دوني منه تحفة. بجد كنت مجرباه قبل كده. اللي جربه يعني اللي شافه يجيبه اوكس اهو. في منه جل، مش برسيل. معلش انا بجيب كلمة برسيل ليه. بصوا بقى الحاجات بتاعة رمضان. بصوا الواحد بيبقى مبسوط قوي ان هو رمضان جاي. بجد فرحة. يا رب يجي كل سنة بالخير بتاعه يا رب. هنا الخروب وكده. بس بصراحة يعني انا مش بعمل عصاير كتير في رمضان. هو العصير المعتاد بتاعنا اللي هو التمر. وهيثم بيجيب لنا من عند واحد اسمه الرحماني، فاكيد يعني ناس كتير عارفينه. فبيجيب لنا منه. مش من هواة العصير قوي يعني. هو التمر اللي هو المفضل عندنا على الاساس ده ابدا. في ناس طبعا بتحبه. والبلح ده يا بنات كان جميل قوي. التمر ده كان جميل تحفة اللي هو بالشوكولاتة. ما حبيتش الفراولة قوي. جبته برضو للبنات. وهنا هو بقول لكم ان احنا كنا في صمول. هنا بقى الحاجات اللي انا جبتها المكرونات. طبعا كانت ماما جايبه لي، بس كانت جايه برضو تجيب حاجات ليها جابت. وانا جبت معاها وجبت بلح. وهنا كنت طالعه جبت طماطم وبطاطس وخيار. عشان كده بقول لكم
يعني انا بنزل اجيب، مش اللي هو لازما في الاسبوع، انا بجيب 3 4 ايام والحاجات بتخلص فبجيب تاني. وجبنا توابل. بصي امي كانت فاكراها كمون كان سعرها كويس، وبالنسبه ان سعر الكمون كان غالي، وما جبناش كميه برضو زي الكيس على الميزان عادي. يعني بنجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها بس، مش حاجات هنشيلها رمضان، ان طول السنه بنجيب. ونعامل رمضان ان هو شهر عادي خالص، بلاش الجشع وننزل نملى الدنيا والناس ما تلاقيش الحاجه. يعني نجيب على قد احتياجاتنا مش اكتر. بس دي انا كنت بقولك